السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج نفحات شهر رمضان. موضوع حلقتنا النهارده عن دعوه مستجابه. كان في واحد بيدعي سنين طويله على حاجه صغيره بس بالنسبه لاي حد كبيره، وفي ليله من ليالي شهر رمضان وهو قاعد بيصلي حس بحاجه غريبه. الدعاء خرج من قلبه صادق، كل كلمه كانت معاها دمعه نازله، كل كلمه فيها رجاء وطلب من ربنا. ولكن بعد فتره الحاجه اللي كان دايما بيدعي انها تحصل حصلت فعلا. مش صدفه، ده ربنا سمعه واستجاب له. اللي بيميز شهر رمضان انه وقت القلوب بتكون فيه صدقه، وقت الدعوات اللي بتطلع من القلب كل كلمه بتكون فيها صدقه، كل دمعه ربنا سامعها ومش بينساها. ودلوقتي هنقول النصيحه اللي بنقولها في نهايه كل حلقه. الدعوه المستجابه هي مش بس كلمه قلتها، لحظه صدق خرجت من قلب موجوع او قلب صافي، وربنا ما بيردهاش ابدا. يمكن ما تشوفش الاجابه على طول، بس كل دعوه صادقه بتسافر لرب كريم وبيجي وقتها اللي محدش يتوقعه. خليك واثق ان دعواتك محفوظه عند ربنا، وان اللي ربنا كاتبه لك هيجي لك في اجمل واحلى الاوقات. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. انتظرونا في حلقه جديده يوميا على برنامج نفحات شهر رمضان.